السلام عليكم. اليوم جبت لكم سلطة حمص مختلفة جدا، بسيطة وبنينة بزاف، غنية جدا. تابع الفيديو الأخير، متأكدة اللي راح يعجبك. في مقلاة كمية من الحمص اللي يكون منقوع في الماء 24 ساعة، ومن بعد غليه في الماء والملح. ما تغليهش حتى يفقد الشكل تاعو تماما، خليه يقعد حب. كمية من الفلفل الأحمر الحلو مشوي ومقطع رقيق، ثوم مشوي ومقطع رقيق أيضا، زيت زيتون، كمون، رشة كزبر متكثريش بزاف، فلفل اسود، ملح، ونقلب الكل على نار متوسطة. نحمصوها حوالي 3 دقائق، ثم نزيدوا القليل من الخل، نزيدوا لها تحميصة خفيفة، ما تحمصيهش حتى ينشف. في صحن التقديم نجهزوا اوراق الخس، جزر، خيار، ونحطوا الحمص تاعنا. نزيدوا قطع من الفلفل الاحمر على السلطه باه يعطيها لون مليح، معدنوس، جلجلانيه. تحبي ديري الفينيغريت على السلطه ديري، انا راح نكتفي بهذا القدر. الصلصه اللي في الحمص راح تكفي انها تجي مع السلطه، والتوابل اللي فيه ثاني راح يبنوا السلطه تاعك. طبق سهل وبسيط، بنين بزاف، متكامل وشهيه طيبه.